رجعنا من بعد البريك لنتابع مهرجان الزمن الجميل والتكريمات لليلة مكفاية مع المكرمة التالية. بالموهبة هي الأولى، بتأدية الأدوار المركبة هي الأولى، بجمالها وحضورها بكل الأوقات والمراحل هي الأولى. هي ممثلة من الطراز الرفيع، لعبت كل الأدوار بشخصيات متنوعة وجسدتها ببراعة، خلت الجماهير تكرسها النجمة الأولى بمصر والنجم الأكثر انتشاراً بالوطن العربي. أنا ما عنديش حاجة عشان أخسرها عبد الحميد بيه. بدنا نستقبل مؤسس مهرجان الزمن الجميل الدكتور هراش صغبزريان والإعلامية مها سلمى. سعيدة ليلتكم، يسعد لي هالمساء الحلو. للسينما حول العالم الكثير من المحترفات، النجمات والقديرات، لكن لها القليل من الساحرات اللواتي يصنعن القلق والإبهار من خلال حضورهن الآسر والجاذبية المطلقة. جسدت الكثير من الأدوار النسائية الرائعة لروائيين عرب كبار، أبرزهم الروائي الكبير إحسان عبد القدوس الذي ينظر إلينا الآن من عليائه ويقول: نعم، كرموا معنا من بيروت ست الدنيا، من بيروت مدينة الجمال والأناقة. نعم، كرموا معنا نجمة السينما العربية، النجمة التي حصدت لسنوات عدة لقب نجمة مصر الأولى، اللي بتختصر كل هالكلام الحلو من السيدة عزيمة. نبيلة عبيد، تفضلي على مسرح. مساء الخير عليكم كلكم. الحقيقة أنا بترعش خالص، وبعد الكلام الحلو اللي قالوه عليا ده يعني قلبي بيدق كده من كتر الكلام، وسعيدة باللي بيتقال عليا، يعني على المشوار الطويل اللي أنا عملته واللي فضلت طول عمري حريصة على أني أنا ما أقدمش إلا الأعمال الجيدة والأعمال الكويسة اللي أنا دلوقتي بأكرم عليها. وشكرا للدكتور هراتشي على الاختراع اللي عمله، اللي هو تكريم الفن الأصيل أو الزمن الجميل. أنا بشكره لأنه هو بيحقق السعادة فعلا في قلوب كتير قوي 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 من الفنانين. أنا بشكره جدا جدا وبشكركم جدا جدا، وربنا يخليكم، وأنا بحبكم كلكم قوي. ألف مبروك.